واش عرفتي شنو كيعني ان واحد الانسان ما عنده حتى ما ياكل وما بين نهار وليله تولي عنده 27 مليون دولار؟ وهذا الشيء اللي وقع سنه 2001. واحد السيد الاسم ديالو ديفيد لي ادوارد كان مشدود في الحبس لانه كان ضاصر وعليه احكام بسبب جرائم السطو المسلح وحيازه المخدرات. دوز ما تيسر في الحبس وخرج، ولكن الحاله ديالو كانت ما فيها ما يتشاف وما عنده ما ياكل وما عنده حتى شي حاجه. والحل اللي كان عنده هو انه يتسلف من واحد صاحبه، وبالفعل داك الشيء اللي كان مشى عند واحد الصديق ديالو تسلف منه واحد القدره ديال الفلوس اللي كان محتاج ليهم لدرجه كبيره، لانه كان باغي يخلص بهم الموضوع ديال الدار واذا شط ليه شي حاجه ياكل منها. وداك الشيء اللي دار شد دوك الفلوس ومشى خلص الموضوع ديال الدار وداز لواحد الحانوت وشرا ما ياكل. وفي الطريق ديالو ملي كان راجع للدار كان باقي ليه شي صريف، هو يمشي لذاك السيد اللي كيبيع دوك الوراق ديال اليانصيب، يعني داك القمر ديال الامريكان، وشرا من عنده واحد جوج ورقات بداك الصرف اللي بقى ليه ومشى للدار يتكى. وما كانش عارف باللي واحد البطاقه من دوك جوج البطاقات غادي تبدل ليه حياته للابد. في لحظة تحول بطل القصة ديالنا من واحد ما لاقي حتى ما ياكل تحت خط الفقر ويلا خرج من الحبس لواحد عايش حياة الرفاهية والفخامة وحياة الأثرياء. قصة إدوارد أحسن مثال الجانب السلبي لحياة الثراء، وأن الفلوس بالفعل راه نقمة لبعض الأشخاص ونعمة لبعض الأشخاص الآخرون. شكون هو إدوارد وشنو القصة ديالو؟ كيفاش تربح ديك 27 مليون دولار وكيفاش تخسرها ورجع تحت خط الفقر وشي حوايج اخرين نطرقوا لهم في الفيديو. والحاجه الاهم هي كيفاش كانت الحياه ديالو قبل ما يربح ومن بعد ما يربح. داكشي على صلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا نبداو على بركه الله. سنة 1955 تولد إدوارد وعاش في مدينة ايسلاند بولاية كنتاكي في عائلة فقيرة وما فحالهاش، يعني منين تزاد هو كيعاني. في العام اللي تولد فيه إدوارد اختو اللي عندها 3 سنين مات في واحد العملية ديال القلب، وخوه غرق ومات. داكشي علاش الأم ديالو تدمرات نفسيا وما قدراش تنسى الوفاة ديال ولادها. ومنين ولا إدوارد في سن المراهقة تعاطى المخدرات ولا كيشرب بلا قياس باش ينسى الحياة اللي عايشها. وفي سن 16 عام تشد لأول مرة في حياته وهو كيحاول يسرق واحد المحل، ومن بعد مده قصيره تلقوه لانه كان باقي صغير، وعاود شد مره اخرى هو هز السلاح وداوه للاصلاحيه لانه كان باقي صغير ما كملش 18 عام. ومن بعد ما خرج من الاصلاحيه بقى عاطيها غير الدساره والسرقه. وفي سن 26 مشى سرق واحد ستاسيون ديال ليسانس اللي في الحومه ديالو وسرق منه 360 دولار وتشد وحكموا عليه ب 10 سنين وشرطوا عليه انه الا دخل للسجن وكان منضبط وما كيديرش البساله راه غادي تلقوه من بعد مده قصيره وما غاديش يضرب ديك 10 سنين. وداك الشيء اللي دار كان ملتزم وغادي على الخط المستقيم، وبالفعل تم اطلاق السراح ديالو. من بعد ما خرج من السجن تزوج بواحد البنت وولد مع واحد البنت الاسم ديالها تيفاني. وهاد تيفاني داك الشيء اللي دوز عليها ما داز على حتى شي واحد من قبل. خليكم معايا باش تعرفوا شنو كاين. ادوارد كان كيدير المشاكل بزاف من خرج من الحبس، واخا تزوج ما بغاش يدير عقله وبقى داخل خارج من الحبس. داك الشيء علاش تفرقات مع الزوجه ديالو لانها ما قدراش تكمل معاه في هذه الحياه. ومجموع السنوات اللي قضاها إدوارد في السجن هي 16 عام ولكن متقطعة ماشي متابعة. وأخيرا إدوارد ملي كان في السجن آخر مرة ليه قرر أنه ما يبقاش يدير المخدرات وأنه بغى يبدل حياته للأحسن. وداك الشيء اللي دار قطع المخدرات ولا منضبط ولا كيقرا كاع. ومن خرج من الحبس في 1997 مشى خدم في البني ولا بناي وعازف ناي ولا غير بناي ماشي عازف ناي، ولكن اللي فيه شي عاده ما كتحيدش منه لان خونا في الله رجع للادمان وحتى واحد ما بقى باغي يخدم. وداز عليه شي ايام ما كيلقى حتى فين ينعس ولا ما ياكل، واغلب الوقت كان كينعس في الطوموبيل ديالو. ولكن ديفيد عنده الزهر، واحد النهار كان مشى للبار وتلاقى مع واحد البنت وبغاها وبغاتو وبغاو يكملوا حياتهم مع بعضياتهم. ونزيدك من الشعر بيت ادوارد توفى الاب ديالو خلى ليه واحد الدار القيمه ديالها 30,000 دولار، ولكن واخا عندهم الدار خصهم ضروري باش يعيشوا، يعني القضيه كانت عندهم باقا ناقصه بزاف، وخصوصا ان ديك البنت خدامه غير في واحد البار وما كتشدش بزاف. وادوارد كما قلنا حتى واحد ما بغى يخدموا ومبلي، ولكن على الاقل عندهم فين يسكنوا ما بقاش في الزنقه. ولكن سنه 2001 كانت هي عام السعد على ديفيد منين ربح في اليانصيب من بعد ما تسلف من صاحبه باش يخلص الضو والماء ديال الدار. ومنين كان راجع للدار قطع واحد جوج الورقات ديال اليانصيب بالصرف اللي شاط ليه من دوك الفلوس كما قلت لكم في المقدمه. ادوارد والزوجه ديالو الجديده من بعد ما قطعوا ديك الورقه ديال اليانصيب كانوا جالسين في الدار وكيتفرجوا في التلفازه وحاضين دوك الارقام باش يشوفوا النتيجه ديال اليانصيب، وما كانوش مصدقين راسهم منين شافوا الارقام اللي ربحوا في البرنامج هما الارقام اللي عندهم في البطاقه. ادوارد ربح 41 مليون دولار ومن بعد الضريبه كتشط ليه 27 مليون دولار. مزيانه
مزيان. وماشي غير هو اللي ربح، كانوا شي ناس اخرين حتى هما ربحوا، كل واحد وشحال ربح. والناس اللي ربحوا كانوا قدامهم جوج خيارات، يا اما يديو الفلوس كاش ولا يديو كل شهر واحد المبلغ. وفي حاله ادوارد خيروه يا اما يدي 27 مليون كاش او لا يدي 2.9 مليون دولار كل سنه لمده 25 عام. وباش بلا ما تعيي راسك في الحساب، انا راني حسبتها وكتساوي 72 مليون فاصله 5 مليون دولار. دابا المنطق كيقول ان ادوارد احسن خيار ليه يدي 2.9 مليون دولار كل سنه، وهذا الشيء باش نصحوه الخبراء الماليون. ولكن ادوارد كان عنده واحد الراي اخر، وهو انه يدي دوك الفلوس كاش ويستثمرهم في مجموعه من المشاريع ويكبر ديك الثروه ويخليها لولاده والاحفاد. وهنا بان ادوارد انه خدا هذا القرار من بعد تفكير طويل، يعني عارف المشاريع اللي غادي يدير وعارف الخطوات كامله. هذا الشيء اللي بان. وقال في احد اللقاءات ديالو انه ما داش داك المبلغ كاش لانه باغي يشري السيارات والقصور والطائرات ويضيع الفلوس في الخوا الخاوي، ولكن خدا دوك الفلوس وهو مقتنع باللي باغي يستثمرهم ويبدل حياته للاحسن، لان داكشي اللي داز عليه في حياه الفقر ماشي ساهل. هنا ادوارد من بعد لحظات من توقيع العقد، ادوارد ما صبرش حتى يدوزو ليه الفلوس للحساب ديالو، ومشى للبنكه وخدا منها قرض بقيمه 200 الف دولار باش يمشي يحتفل هو وصحابو في لاس فيغاس. وبالنسبه للقرض اللي خداه من البنكه راه كانوا بضمان الفلوس اللي وصلوا للحساب ديالو. المهم خلال 5 ايام كانت 200 الف دولار مشات. كانت تسالات وعيط للبنكه قال لهم زيدوني شي قرض اخر راه باقي ما شبعتش. وكيما وصلوا الفلوس تنقل من ديك الدار المكحطه اللي كان فيها القصر كبير اللي كان فيه ملاعب تنس والجولف، وشرى ب 1.6 مليون دولار سيارات غاليه بحال لامبورغيني دبليو اللي دايره 200 الف دولار والدوج اللي دايره 90 الف دولار. شرى سيارات بزاف لدرجه ان الجيران بداو كيتشكاو منه لانه رد لهم الحومه بحال شي باركينغ خصو غير العساس. من بعد شرى عقار بقيمه 600 الف دولار وساعه ديال الذهب ب 80 الف دولار وخاتم الماس ب 160 الف دولار، وشرى 3 ديال الخيول ديال السباقات ومجموعه من السيوف والدروع من العصور الوسطى، طبعا تقليد ماشي اصلي. وزاد فوق هادشي شرى طائره خاصه ب 1.9 مليون دولار بالشيفور ديالها. والحق يقال ادوارد كان كيدير بعض المحاولات باش يستثمر الفلوس ديالو، ولكن دار مشاريع بلا ما يستشر ولا ياخذ الراي ديال المدير المالي ديالو. المشاريع كانت هي الخيول اللي شرا باش يشارك بها في سباقات، وشارك في شركه تاجير ليموزين وشركه تركيب كابلات الفايبر اوبتيك بقيمه 4.5 مليون دولار. يعني مشاريع معقده وماشي اي واحد يزعم يدخل يديرها، وخصوصا اذا كان عديم الخبره بحال ادوارد. المهم ادوارد في اول سنه صرف 12 مليون دولار، والحاجه الوحيده اللي دارها صحيحه منين شد الفلوس هي الوفاء للعائله ديالو. في ذاك الوقت تيفاني بنته كانت عندها 11 عام وكانت عايشه مع الام ديالها منين كان ادوارد في الحبس. ادوارد منين عرف راسو ربح الجائزه اول واحد اتصل به هي الابنه ديالو وقال لها الو بنتي راني ربحت في اليانصيب. البنت بقات واحد شويه عاد فهمات شنو هما اليانصيب وشنو ربح باه، ومنين عرفات طارت بالفرحه وبقات كتبكي. ادوارد في البلاصه صيفط الابنه ديالو الرجال باش يجيبوها لعنده، وكيما وصلت عنده الاوتيل لقاتو موجد ليها واحد الغرفه فيها اي حاجه تقدر تتمناها شي بنت في السن ديالها، ومن فوق هادشي واحد الخاتم ديال الالماس. طبعا اللي خلى ادوارد يصيفطوا ناس باش يجيبوا الابنه ديالو اللي كان العدد ديالهم كبير وعندهم حراسه قويه، هو ان الجيران ديال الحومه ديالهم كاملين كيعرفوا ان عنده بنت وحده، وفي نفس الوقت كاملين عرفوا بانه ربح الجائزه. يعني ماشي بعيد شي واحد يمشي يخطف ليه الابنه ديالو ويقول له قسم معايا ولا راه دوك الفلوس كاملين الا بغيتي نردها لك. داكشي علاش ادوارد كان قافز وصيفط لها الحراسه باش يجيبوها لعنده وتبقى في امان معاه ويبعد على حريق الراس. ادوارد خلص 8000 دولار مصاريف نفقه الابنه ديالو اللي كانوا كيتسالوا عليه في المحكمه، وعطى الام ديالها 500 الف دولار كتعويض على دوك الايام اللي كان غايب فيهم. غرفه تيفاني في القصر الجديد مع الاب ديالها كانت فيه اي حاجه تقدر تتمناها، وزادها مربيه وخادم ومدير خدم باش يتهلاو فيها ويقابلوها، وكانت اي حاجه كتعجبها كيجيبها، ولا بغات تشوف الام ديالها كان كيصيفطها في طائره خاصه تديها وتجيبها. ولكن واخا هادشي اللي كان كيدير مع الابنه ديالو كيبان مزيان، ولكن ما كانش في محله لانه كان مبذر لدرجه كبيره، بحال اللي دار في عيد ميلاد ديالها من شرى لها سياره هامر ب 35 الف دولار وهي صغيره وما تقدرش حتى تسوقها، ودخلها في مدرسه خاصه غاليه ب 16 الف دولار في السنه وهي ما كانش باغا تقرا فيها وما كتحملهاش. ادوارد هو والمراه ديالو الجديده شونا ما كانوش كيخسروا الفلوس غير على العقارات والطائرات والمجوهرات والسيارات وهادشي، ولكن
كانوا مدمنين لدرجه كبيره، والامور ولات من سيء لأسوأ. ادوارد ولا غايب على الحياه ديال الابنه ديالو بشكل كامل، ومخليها غير الخدامه هما اللي كيربيوها ويقابلوه. وهو وشونا كانوا كيخسروا على المخدرات 200 ألف دولار شهريا، وشونا مرضات بزاف بسبب الادمان وداها للسبيطار وخسر عليها 80 ألف دولار باش يعالجها، والو ما تعالجاتش ولات خالقه ليه مشاكل في الدار بزاف، لدرجه ان الابنه ديالو كتقول ان شونا كانت كتسرق السوايع الغاليه للاب ديالها والخواتم وكتمشي تبيعهم من وراه باش تجيب بهم داكشي اللي كتشن. وهادشي اللي خلى حياه ديفيد تولي كامله مشاكل، واخا الفلوس كاينه الراحه ما كيناش. وتصاب ادوارد وشونا بالتهاب في الكبد، وفي سنه 2006 الفلوس تقاداه. واللي زاد الزم القضيه ان ادوارد ولاو عليه ديون، ودوك الخيول اللي جابها باش يتسابق بها كامله خسرات، وكاع دوك الاستثمارات اللي كان داير خسرات فلوس كتير، وتراكموا عليها ديون كتر وكتر، والبنك حجز على دوك الممتلكات اللي كانوا باقيين ليه. وادوارد وشونا رجعوا كيعيشوا في الكراج اللي كانوا جايبينه باش يديروا فيه السيارات ديالو، واي حاجه ثمينه كان شراها كان يا اما باعها باش يجيب بها داكشي اللي كيدير ولا داتها البنك، وبنته داوها لدار الايتام لانه ما بقاش عنده باش يصرف عليها. ادوارد دخل المصحه وتعالج من الادمان بمساعده تيفاني، ورجع لحياته بولايه كينتاكي، وانفصل على شونا اللي مشات تزوجات بواحد اخر من بعد ما سالت معاه. ادوارد واخا تعالج من الادمان كانت الحاله ديالو الصحيه متدهوره بزاف، وفي سنه 2013 توفى هو بوحده، وتم حرق الجثه ديالو لانه ما خلاش الفلوس باش يدفنوه. وهذه هي الحياه، وكما قلت لكم في الاول الفلوس راه نعمه ونعمه شامله، ولكن تقدر تقلب النقمه ونقمه كبيره بزاف وتدمر مولاها ما بين نهار وليله، ويرجع يقول يا ريت ما شديتش دوك الفلوس اللي دمروا لي حياتي. وكاينين ناس اخرين اللي كيشدوا الفلوس بحال هذا السيد اللي هضرنا عليه وكيزيدوا لقدام، كيبقى الاختلاف كامل هنايا. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه المقطع. ما تنساش فولو ولايك وتتابعني باش يجيو فيديوهات اخرين. وسبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إلى اللقاء.